السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنه وانتم طيبين، وباذن الله رمضان الجاي كده يكون كل واحد فيكم مزنوق في قلب الكليه بتاعته، يعني زي حالاتي. ناس كتير اول ما رمضان يجي خلاص بتقول كده مفيش مذاكره في رمضان، ان شاء الله نذاكر بعد العيد. والكلام ده يا جماعه غلط جدا جدا جدا. والله العظيم لازم تعرف ان رمضان ده مش عقبة، انما رمضان ده فرصة للتغيير، فرصة ان انت يكون عندك روتين، فرصة ان انت تحاول تغير من نفسك وتقرب من ربنا وتصلح عباداتك واذكارك ووردك القرآني. هو فرصة فعلا، ويعتبر كل يوم في رمضان خطوة تقربك للجنة، وتاني حاجة خطوة تقربك لحلمك. انا لما اكون عايز اوفر وقت بصوم. هتقول لي ليه؟ يعني هقول لك مفيش فطار، مفيش غدا، مفيش كل شويه اقوم اعمل كوبايه شاي، مفيش بطني مليانه دلوقتي ومش قادر اذاكر، كل تفكيري منصب على المذاكره. وبعدين يا جدعان احنا في رمضان ده يعني تلج حرفيا، فلا انت حاسس ولا بجوع ولا بعطش. يعني انا بصور لك دلوقتي قبل المغرب حوالي بنص ساعة وصايم، يعني والله العظيم ولا في اي تأثير خالص. انا هقول لك دلوقتي على اهم نظامين مذاكرة. التاني هو اللي كنت بعمله وكنت دايما بحافظ عليه. النظام الاول وهو ان يومك هيبدأ من بعد التراويح. التراويح بتخلص حوالي الساعة 9 9 ونص، من 9 ونص لحد الساعة 3 ونص 6 ساعات. تذاكر فيهم بنظام ايه؟ بنظام العشرة 50 50 دقيقة مذاكرة و10 دقايق راحة. ال50 دقيقة دول تكون مركز فيهم على المذاكرة بس، مش كل مثلا ربع ساعة تفتح تشوف مين اللي بعت لي رسالة. لا، في نزل على المسلسل اللي انا بتابعه، اللي هو اصلا المفروض ما تتابعش مسلسلات خالص. فحاول تركز في ال50 دقيقة دول على قد ما تقدر، وال10 دقايق دول ريح فيهم. وبعد كل 3 ساعات هات لك نص ساعة ريح فيها، اعمل لك بقى كوباية شاي، اعمل لك كوباية قهوة. المهم ان انت تصفي ذهنك وتبعد عن المذاكرة في وقت الراحة، وتتسحر وتصلي الفجر وتيجي تنام من الساعة 6 للساعة 12، 6 ساعات. تقوم تصلي الظهر، ويبقى من الظهر للعصر 3 ساعات، تجيبهم برضو 3 ساعات مذاكرة. ومن العصر للمغرب معاك ساعتين. الساعة الأولى هتقضيها مذاكرة أو حل قطع، بحيث إن أنت الساعتين اللي قبل المغرب دول بتكون هبطان فيهم شوية، فعادي ممكن تحل قطع سواء إنجليزي أو نصوص متحررة عربي أو قطع بلاغة، أي حاجة يعني. والساعة التانية تقضيها للعبادة، تروح للمسجد بقى تقرأ قرآن، تذكر ربنا، تعمل اللي انت عايزه. او لو انت عايز تذاكر الساعتين اللي من العصر للمغرب ذاكرهم، ولكن بعد كل صلاة خصص ربع ساعة. يعني انت في اليوم 5 صلوات، لو خصصت ربع ساعة بعد كل صلاة هيبقى معاك حوالي ساعة وربع. المغرب هيأذن، هتفطر، هتقعد من المغرب للعشاء بقى ما تعملش حاجة، انت كده كده اصلا هتبقى بطنك مليانة ومش عارف تروح فين. فهتصلي العشاء والتراويح، وبعد التراويح بقى تبدأ يومك تاني زي ما قلنا في الدورة بتاعتنا المغلقة دي. النظام التاني وهو ان انت يومك هيبدأ بعد صلاة الفجر. بعد صلاة الفجر هيكون حوالي الساعة 6، هتخلص وتيجي تقعد الساعة 6، من 6 ل 12، 6 ساعات كاملين برضو بنفس نظام المذاكرة. هتصلي الظهر، بعد الظهر بقى تاخد حاجة اسمها قيلولة. القيلولة دي بتكون من 20 ل 30 دقيقة، مش على السرير، لا اما تاخدها بقى على الأرض. لو عندك كنبة كده في الأوضة ما تاخدهاش على السرير. القيلولة دي مع ان وقتها قليل جدا، ولكن بتحس ان انت بعدها قايم فايق زي ما يكون نايم 20 ساعة. هتقوم هيبقى فاضل قدام العصر ساعتين برضو ذاكرهم تمام. من العصر للمغرب تعمل نفس الكلام، ساعة مذاكرة وساعة عبادة، او برضو بعد كل صلاة تخصص ربع ساعة. هتفطر وتصلي التراويح وتيجي تنام، وبس كده يومك خلص. ودي افضل طريقة ممكن تمشي عليها. ليه؟ لان جسمنا بيبدأ من الفجر لحد العصر افراز هرمون الكورتيزون بيزيد. بعد العصر الهرمون ده بيقل، والهرمون ده طول ما هو بيفرز في الجسم هيساعدك على المذاكره ومش هيحسسك بالارهاق والحاجات دي. بالاضافه لكده ان في هرمون اسمه هرمون الميلاتونين بيفرز في الظلام اثناء النوم. الهرمون ده بيعمل ايه؟ بيحسن من جوده نومك. ولما جوده نومك تكون كويسه، الافكار والمذاكره اللي انت ذاكرتها طول النهار هتترتب في مخك ومش هتنساها تاني. وبعدين يعني ربنا سبحانه وتعالى قال وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. فحافظ على ان انت تتبع النظام ده. النقطة التانية المهمة بقى وهي ان انت تقسم المذاكرة بتاعتك. ازاي؟ دلوقتي المذاكرة متقسمة لثلاث حاجات. اول حاجة ان انا هسمع شرح. يعني ايه هسمع شرح؟ يعني الدروس اللي انا هسمعها، المدرس هيديني الشرح بتاع الدرس، والحل والمذاكرة. فاكتر وقت تكون مصحصح فيه لازم يكون وانت بتحل، خصوصا المواد اللي محتاجة تركيز زي الفيزياء، الكيمياء، الاحياء، الرياضة لو انت علم رياضة تمام. فدي المواد اللي لازم تحلها وانت مصحصح. طيب بالنسبة للمذاكرة، ذاكر لما تكون فايق نص نص. يعني مش شرط تكون في التوب بتاع التركيز عشان تذاكر، لا، المذاكرة بتحتاجك فايق نص نص كده. الحل هو تقريبا اهم حاجة. وبالنسبة لسماع الشرح ده لما تكون هبطان خالص بقى، لما تكون يعني بتفرفر،
هو مفيش فرفرة في الأيام دي لأن الأيام دي كلها ساقعة ومش هتحس بأي تعب، بس حاول سماع الشرح أو الدروس يكون بين العصر والمغرب، الظهر للمغرب كده يعني. والناس اللي لسه بتسافر أو تروح دروس بره البلد بتاعتها يعني تحاول تقعد من الدروس دي وتاخد اونلاين، ولو ما عرفتش خلاص كمل بقى، انت ما قدامكش حل تاني. ولو اشتغلت بالنظامين اللي انا قلت لك عليهم دول خصوصا التاني، هتبقى انت كده استغليت كل ساعة في رمضان. وبالله عليك تاني ابعد عن الملهيات، بلاش مسلسلات، بلاش مسلسلات. طب بالنسبة للتراكمات، خلي بالك ان شهر 3 ده الشهر اللي لازم تكون مخلص فيه كل التراكمات اللي عليك، فتخلي في كل اسبوع يوم انت مش وراك فيه ولا درس، تخليه تجيب المتراكم قبل كده والمتراكم بتاع الاسبوع ده. يعني مثلا انا الاسبوع ده مثلا كان عندي درس كذا وكذا وكذا، وفي درس منهم مثلا ما حليتش عليه، في اليوم ده تحل على الدرس ده او تذاكره تمام، وتجيب معاه حاجه من القديمه، حاجه انت مراكمها من القديمه، تبقى برنس يعني، تبقى راجل مفيش منك لو انت خلصت التراكمات قبل ما تدخل المراجعه النهائيه. لان في المراجعه النهائيه بقى انت هتذاكر تاني وتحل تاني، فالدنيا هتتفتح معاك بطريقه مذهله الصراحه. ولو في حاجات ناسيها من المنهج عادي، كده كده احنا اصلا بنبقى داخلين المراجعه النهائيه مش فاكرين اي حاجه، المراجعه النهائيه هتظبطها لك، بس اهم حاجه تلم التراكمات في الفتره دي. ونقطه كمان كده للجماعه اللي هيذاكروا من بعد صلاه التراويح، لو انت حاسس ان بطنك لسه مليانه، اشرب زنجبيل ومعلقه عسل، يعني ربع معلقه زنجبيل كده على معلقه عسل او معلقتين عسل على حسب انت بتحبه مسكر ولا لا، وان شاء الله الزنجبيل هيفور لك كل الاكل اللي انت اكلته والبسبوسه والكنافه والحاجات دي. وبس كده، لو وصلت لاخر الفيديو ما تنساش تشترك في القناه وتفعل زر الجرس، واهم حاجه اللايك، اعمل لايك. ولو عندك اي سؤال اكتب لنا في التعليقات. وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.